تصريح خطير من مدرب اوتافوغو البرازيلي أرتور جورجي يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوز فريقه بكأس ليبرتادوريس بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو، ويوجه رسالة نارية إلى مارسيل كولر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز اوتافوغو البرازيلي على أتلتيكو مينيرو البرازيلي ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج اوتافوغو لأول مرة في تاريخه بكأس ليبرتادوريس. فقد صرح مدرب اوتافوغو أرتورو جورجي وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء البرازيلية، وقال: لقد قدمنا ملحمة كروية سيتذكرها التاريخ جيدا بعد أن تم طرد لاعب من فريقنا في أول 30 ثانية فقط، وأكملنا المباراة كاملة ب10 لاعبين، وبرغم هذا فزنا على أتلتيكو مينيرو ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وسأله الصحفي وقال له: أنتم لديكم مباراة مع باتشوكا المكسيكي في قطر، والفائز من هذه المباراة سيواجه الأهلي المصري في دور النصف النهائي من كأس الانتركونتيننتال بقطر. فرد وقال: نحن نعلم الكثير عن باتشوكا المكسيكي، وسنقاتل أمامه كما قاتلنا أمام أتلتيكو مينيرو من أجل التأهل إلى مباراة نصف النهائي. وأيضا شاهدت بعض المباريات للأهلي المصري وأعلم عنه الكثير أيضا، لأنني شاهدت بعض مبارياته أمام الأندية البرازيلية وخاصة بالميراس، وشاهدته أيضا يواجه ريال مدريد في كأس العالم بالمغرب. فالبعض يشبه النادي الأهلي بريال مدريد بكثرة تتويجاته الإفريقية، وهناك بعض المدربين البرتغاليين وخاصة بلدياتي مانويل جوزيه الذي يعد من أبرز الأساطير في التدريب في النادي الأهلي، ولقد حدثني عن الكثير عن النادي الأهلي المصري من قبل. وأعلم مدربهم مارسيل كولر الذي لديه سجل تدريب عظيم وخاصة مع منتخب النمسا، وهو أيضا يعرفني على المستوى الشخصي عندما كنت أدرب بعض الأندية في سويسرا. فأنا للأسف الشديد لم أتفوق على مارسيل كولر في أي مواجهة سابقة، ولكن هذه المرة تختلف كثيرا لأننا لدينا معنويات عالية جدا، وخاصة بعد فوزنا بكأس ليبرتادوريس. ولكن تركيزنا الآن ينصب على مباراة باتشوكا المكسيكي، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل التأهل إلى مباراة نصف النهائي لمواجهة النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.